كان زمان التلفزيون مليان ببرامج وأفلام ومسلسلات، وما كانش فيه أي حاجة موجهة للطفل، لحد ما قرر رجل الأعمال والت ديزني إنه يبتكر حاجة موجهة للطفل. وبمساعدة أخوه كونوا الاتنين شركة والت ديزني عشان تكون هي الشركة الرائدة في مجال إنتاج الرسوم المتحركة. على مدار سنوات قدرت والت ديزني إنها تكون قاعدة جماهيرية ليها عند الأطفال وكمان الكبار، وده كله يرجع طبعا لكل الشخصيات الجميلة اللي حبوها الأطفال زي ميكي ماوس وتيمون وبومبا وبطوط وسنو وايت وسندريلا. عشان تقرب ديزني من الجمهور العربي قررت الشركة إنها تدبلج أفلامها للهجة المصري عشان تكون هي عنوان البهجة والسعادة عند أطفال مصر. كلنا فضلنا نتفرج على أفلام ديزني وأعمالها، وكنا دايما بنسأل نفسنا سؤال مهم: هو ليه مفيش كرتون مصري بطله عنده نفس العادات والثقافة بتاعتنا؟ وفي سنة 1998 قدرت دكتورة منى أبو النصر إنها تحقق لينا الحلم ده عشان يتجمع بعدها أطفال مصر على الفطار ويتفرجوا على أول حلقة من بكار، ومن هنا تبتدي رحلة بكار معانا ونلاقي شخصية جديدة نحبها غير شخصيات ديزني اللي كنا عارفينها. قصة مسلسل بكار بتدور عن بكار الطفل النوبي اللي بيعيش مع والدته والمعزة رشيدة، وفي كل حلقة من المسلسل بنشوف مغامرة جديدة لبكار وأصحابه. المسلسل استمر لسنة 2007 وكملوه تاني في 2015 و2016 بال3D. في سنة 2007 اتعرض مسلسل سنوحي اللي بيتكلم عن سنوحي الطفل اللي عايش في عصر المصريين القدماء. في كل حلقة من المسلسل بنشوف مغامرات سنوحي وحابي وتيتي الشري. المسلسل ده بالذات عشق، كفاية أغنيته اللي غناها تامر حسني. عن طيبة الجنة الكل غنى والكل بيتعلم منا أفكارنا حياتنا وتفانينا والعالم كله يغني لله 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 لا. وفي سنة 2008 اتعرض كرتون بسنت ودياسطي اللي عجب كل الأطفال من أول حلقة. كلنا وقعنا في حب شخصية دياسطي الفشار وجملته الشهيرة: انتوا لا شفتوا حاجة ولا تعرفوا حاجة، اللي ساعد في نجاح الكرتون انه قدموا ممثلين معروفين زي حنان ترك وصلاح عبد الله. وطبعا ما ينفعش ننسى كلمة السر في نجاح المسلسل: احمد امين اللي كتب وصمم لينا شخصيات حبيناها زي دياسطي وبسنت وتسوقي ورفاعي. كراكيب مسلسل كرتون مصري بدأ عرضه سنة 2007 على القناة الأولى، كتبوا لينا أحمد أمين وأدى لينا أشرف عبد الباقي وأحمد رزق. لما تتفرج على كرتون كراكيب هتحبه وهتحب معاه تيكو وبوجو، الاتنين فضائيين وبيعيشوا على كوكب اسمه كراكيب. الكوكب ده هما اللي اكتشفوه وهما الوحيدين اللي بيعيشوا عليه. طول أحداث الكرتون بنتابع معاهم رحلتهم ومغامرتهم. في سنة 2007 يقرر محمد هنيدي يخوض المغامرة ويقدم لنا كرتون سوبر هنيدي. وانت بتتفرج هتحس ان سوبر هنيدي ده عامل زي شارلوك هولمز، كل حلقة بنلاقي فيها لغز بيحاول سوبر هنيدي انه يحله، وده طبعا ما ينفعش من غير ما يساعده صديقه صلعت، الشخصية اللي أداها طلعت زكريا عشان تكون هي عنوان الفكاهة والكوميديا في سوبر هنيدي. في سنة 2008 يقدم لنا التلفزيون المصري كرتون يوميات الأستاذ سحلاوي اللي كان على نمط كليلة ودمنة. بطله هو سحلاوي اللي بيحاول انه يكتب كتاب عن الحيوانات. في كل حلقة من المسلسل بنشوف مغامرة ليه مع حيوانات مختلفة. المسلسل كان حلو جدا وكل الأطفال كانوا بيحبوه. جنب مسلسلات الكرتون اللي قدمها التلفزيون المصري قدم لينا مسلسلات عرايس، أشهرها طبعا وأفضلها مسلسل زوزة وجرجير. المسلسل ده شكل جزء كبير من طفولتنا، أيام ما كنا بنتلم على الفطار ودنا تسمع أغنية المسلسل اللي كلنا بنحبها. زازا وجرجير طازة ورد بيضحك برا الفازة، زازا وجرجير طازة ورد بيضحك برا الفازة، عاملين زي نجوم السيما أحمد رمزي ووجدي أباظة. نهاية الفيديو حابب أسألكم سؤال: ليه ما عادش فيه اهتمام بصناعة الكرتون في مصر؟ وليه كمان ما عدناش بنعمل مسلسلات كرتون حلوة زي اللي أنا ذكرتهم في الفيديو؟